في سنة 1961. في هذه الوقيته هذه كانت الجزائر لم تبصر النور بعد، وكان هذا الكتاب يقول أن المغرب بيد أهله، هل الأجزاء ديال المغرب المحرر ها هو هذا، وبيد الإسبان إفني، بيد الإسبان جزر الخالدات وادي الذهب، بيد فرنسا صحراء الجنوب، بيد فرنسا السودان المغربي، بيد فرنسا شنقيط. وكاينه واحد العلامة هنا تقول مع العلم بأن الأحوال آخذة في التطور، علامة استفهام، علامة تعجب، يعني راها فرنسا بدأت تصنع من شنقيط بلدا، جايبه العميل ديالها اللي هو المختار ولد داده. إن الحدود الحالية بين الجزائر وجزء المغرب المحرر ما هي إلا حدود مصطنعة وضعتها فرنسا قصد التوسع الاستعماري، لأنها كانت ترى أن المغرب دولة محمية فقط، لا يلبث أن يستقل في يوم من الأيام كما حدث بالفعل. أما الجزائر فتعتبرها محتلة احتلالا عسكريا بل جزءا من التراب الفرنسي، ولذا أخذت تسطو على الأراضي المغربية وتدخلها في البلاد الجزائرية بناء على فكرتها الوهمية الواهية، وهي بذلك تريد طمس الحقائق والوقوف في وجه التاريخ. إذن هذا هو المغرب بيد أهله واللي مازال ما تحرر شيء. فهذا مستند مغربي رسمي 1961 قبل أن يجيء دوغول في 1962 ويقول لهم هل تريد يعني دار لهم استفتاء دوغولي مهين ديال تقرير المصير لوتو ديتيرميناسيون، هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة؟ عاد بغى يخلق دولة متعاونة مع فرنسا كما هي الآن حسب الشروط المقررة في التصريحات المهينة ديال 19 مارس اللي هي العمالة التامة والانبطاح التام ديال ما يسمى الجزائر المستقبلية اللي غادي تخلق لفرنسا. وطبعا نعم وي ما كاينش لا، لأن عارفهم أنهم غادي يقبلوا. إذا دابا ملي قال حفيظ الدراجي خلينا ساكتين ما نفتحوش التاريخ، لا سنفتح التاريخ يا حفيظ الخرازي. جبت لكم الإخوان الأعزاء اليوم واحد المرجع عمري ما جبت لكم، أطلس دو لافريك دو نور، هو فرنسي وهو كيرجع إلى 20 فبراير 2040 وكان عند المعمر الفرنسي كنلقاو هنا يقرمه 20 فبراير 1940 سيرفيس دي زافير انديجين سيرفيس دي زافير انديجين اي دي رونسينيومون يعني الاستعلامات بوست دو غوراما بيرو دو تلسينت تيريتوار دو تافيلالت لو شيف دو بوست، يعني مرجع رسمي من أيام الحماية الفرنسية بداية الحرب العالمية الثانية. أطلس دو لافريك دو نور كاتبينو دي فرونسي وانت غادي، ثم كتلقى على أن هذا المرجع طبع قبل الحرب العالمية الثانية، يعني في ماي قبل بدايتها في سبتمبر هو 1939. هنا في التعريف بهذا الكتاب هذا كنلقاو بأنه تعريف بشمال إفريقيا الفرنسية لافريك دو نور فرونسيز. يقولون يعني الخصوصية ديال كل بلد سو ماروك qui est la terre du couchant qui s'ouvre sur l'Atlantique. Cette Tunisie façade sur la Méditerranée orientale. L'Algérie terre de régime français entre les deux. يعني هنا كيقول لك المغرب بلد، تونس بلد، والجزائر فرنسية terre française ديال لو ريجيم فرونسي entre les deux. ما لقاوش باش يعرفوها إلا بأنها أرض فرنسية. ثم هنا في التعريف بالبلدان ديال لافريك دو نور، يعني البلدان ديال إفريقيا الشمالية. كيبينوا هنايا بعد الجزائر، ثم حينما يعرفون بالجزائر كيجيو هنايا يقولون خصنا نعرفوا il nous faut mettre à part de l'Algérie proprement dite les territoires du sud qui en dépendent administrativement mais qui appartiennent au monde saharien. يعني الجزائر ليست هي أراضي الجنوب. Il nous faut mettre à part l'Algérie proprement dite des territoires du sud qui en dépendent administrativement فقط mais qui appartiennent au monde
صحاريان يعني الأراضي ديال الجنوب. هذا الشيء اللي كنت وريتكم في هذا الكتاب الإخوان الأعزاء اللي هو فرنسي أيضا، وكيرجع كما وريتكم سابقا إلى 1949. وريتكم في إحدى الخرائط ماهية الجزائر آنذاك وما هي أراضي الجنوب. هاي الخريطة المغرب ديال الاحتلال الفرنسي ديك الساعة، الحماية اللي ولات احتلال بغيض ونتج عن ذلك ثورة الملك والشعب. فهو هذا، هذا هو المغرب اللي كنشوفوا اللي استقل والبقية لم تستقل بعد. فهنا 1949 هذا هو المغرب اللي شفنا دابا عاد في المرجع المغربي. الجزائر صمتة بين الجبال وبين البحر المتوسط، ثم تونس، وهنا لي تيريتوار دو سود لو صحراء، والحدود بين المجموعات الثلاث. وهنا بينت لكم على أنه هنا في هذا الكتاب هذا يقول نفس الشيء المؤلف، بأنه il nous faut mettre، خصنا نديرو بأنه نيونسيو ما بين الجزائر بروبرومون ديت ولي تيريتوار دو سود فقط حكم إداري، لكن il faut mettre à part l'Algérie proprement dite، يعني كاين واحد الاختلاف ما بين الجزائر وما بين البقية. ثم أن الجزائر تعريف بالنظام ديالها l'Algérie dans son ensemble est placée sous l'autorité d'un gouverneur général qui réside à Alger et relève du ministère de l'Intérieur. يعني الجزائر كانت إقليم تابع لوزارة الداخلية وعندها عامل، يعني عامل إقليم. هذا العامل العام يعني ماشي يعني لو غوفرنور العامل العام يعني il est élu يعني منتخب إلى آخره وكيمثل لي كولون لي نون كولون لي زاراب لي كابيل et dont le rôle est surtout économique. On voit que l'organisation administrative de l'Algérie constitue en somme un compromis entre l'assimilation à la métropole et le régime colonial. يعني كانت مستعمرة الجزائر، مستعمرة وما كانش فيها شيء نظام. دابا ملي كنجيو إلى المغرب كنلقاو على أن المغرب il dépasse en superficie l'Algérie et la Tunisie réunies. الشيء اللي كيجعلنا نرجعوا للخريطة اللي وريتكم في المرجع السابق. المساحة ديال هذا المغرب هذا أكبر من مساحة الجزائر وتونس، إذن مستحيل يكونوا كيتكلموا على الجزائر في حدودها المغولة الحالية. المغرب حدوده هنا يقولون il dépasse en superficie l'Algérie et la Tunisie réunies. المساحة ديال المغرب أكبر من مساحة الجزائر وتونس مجتمعتين. وأنه ملي كنمشيو نشوفوا عاوتاني المغرب كيقول لك بأن المغرب إذا كانت الجزائر كنقارنوا on a quelquefois comparé l'Algérie à une longue maison dont la façade seule donnerait sur la mer et dont les divisions seraient parallèles à la côte. Le Maroc, lui, est un amphithéâtre largement ouvert sur l'Atlantique. يعني هذه إهانة ما بعد إهانة للجزائر. الجزائر قال لك دار عندها فرصادة وحدة طويلة كتطل على البحر فقط وحدودها غاديين مورا الفرصادة، بينما المغرب هذاك مدرج، يعني مسرح روماني، مسرح كبير مدرج ويطل على المحيط الأطلسي.